من وسط معرض القاهرة الدولي للكتاب، دكتور هاشم حلمي محمود مرزوق مع حضراتكم. الكتاب بتاعي عن البريد بصفة عامة، وطبعا بيتكلم بصفة خاصة للبريد المصري، لأن الكتاب ده يشمل المسؤولية المدنية لمرفق البريد وعماله، ودي طبعا أول دار تنشر هذا المحتوى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع. وطبعا انا بس عايز افرح البريد المصري، وعايز افرح العالم كله على ان البريد بقى عبر الحدود في المؤلفات والكتب والاصدارات على ايد عبد الله الفقير دكتور هاشم حلمي محمود. وطبعا يعني انا مبسوط جدا ان كان ليا بصمه في ان انا احط هذا المصدر او هذا الكتاب يكون عنصر فعال على مستوى العالم في البريد. المسؤولية التابع والمتبوع ده وفقا للقانون المدني المصري، فهي مسؤولية التابع والمتبوع، والخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، ورجوع مرفق البريد على عماله في حين وجود الخطأ، ورجوع الموظف نفسه على المرفق لو كان هناك في خطأ مرفقي. وده ما أقرته محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام المصرية للمحاكم المصرية المختلفة بالنسبة للخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وخطأ الغير أيضا. ولذلك احنا حددنا المسؤولية في حين صدور الخطأ. ازاي نحدد المسؤولية على المخطئ والمسؤول آنذاك، سواء كان بالمجازاة التأديبية أو بالعقوبة الجنائية.